السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي نسائي سادتي، شكرا لكم لوجودكم معنا في القناة دي. حلقة جديدة، عندنا مواضيع كتيرة عايزين نتكلم فيها، في مواضيع حساسة جدا. أنا ما أعرفش مدى صحتها، يا رب ما تطلعش صحيحة. نبتدي الحلقة بتاعتنا بذكر الله وذكر آية من آيات كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العظيم. عايز أتكلم في حاجة يعني أنا سمعتها من أسبوع، ما رضيتش أطلع أعقب عليها لأن ما فيش يعني مش عايز يعني لا أتمنى أنها تكون مظبوطة أو حقيقية. يعني الموضوع اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي ده قيل من قبل واحد فقط من الناس اللي بيطلعوا على اليوتيوب، واحد بس اللي قالها. ده في عرفي أنا إن الموضوع ده لو كان مظبوط أو حقيقي كان أكتر من واحد اتكلم عنه. فدي حاجة يعني ضد الموضوع ده، يعني حاجة مش كويسة. يعني الحاجة دي بتقول إيه، أو الخبر ده بيقول إيه؟ إن النادي الأهلي عاوز بأي شكل من الأشكال إن هو يقيد علي معلول، علشان علي معلول لما مددوا له آخر مرة لم يسجل العقد، يعني عقده ما تسجلش. فبالتالي هم عندهم حاجة بتاعت $1.2 مليون ملهمش خانة، يعني ملهمش بند. يعني اتصرفت الفلوس ومفيش بند، يعني مفيش حاجة ما يثبت. القيد المحاسبي بتاعها مش موجود. الناس اللي بتفهم في المحاسبة، القيد المحاسبي بتاعها مش موجود في الميزانية. اتصرفت الفلوس من غير ما يبقى لها قيد محاسبي. أنا بتكلم في الحكاية دي عشان أنا برضو محاسب. طيب الحكاية دي لو مظبوطة تبقى مصيبة سودة. الكلام ده يحصل في الزمالك، ما يحصلش في النادي الأهلي. طب يحصل في النادي الأهلي إزاي؟ مش ممكن. أنا يعني مش داخلة دماغي دي. قولوا لي انتوا، هل ده مثلا دي حاجة يعني تحصل في النادي الأهلي؟ مهما كان النادي الأهلي ده فيه يعني مش عايز أقول فوضى إدارية، بس يعني يعني الإدارة ثابت شوية منهم دلوقتي اليومين اللي فاتوا أو الشهرين اللي فاتوا. بل هل هذا يعقل؟ مش ممكن. ليه بقى كمان؟ لأن النادي الأهلي حصل له جرد السنة اللي فاتت. النادي الأهلي حصل فيه جرد محاسبي من قبل وزارة وزارة الرياضة والشباب والرياضة. فلو كان ده صحيح كانوا يعني اكتشفوها. يعني دي حاجة باينة جدا، يعني حاجة اتصرفت وملهاش قيد محاسبي. ومن غير ده، يعني من غير القيد ده الميزانية ما تتوزنش. انت فاهمني؟ يعني اي حد محاسب بره ولا جوه ولا اي حد في الدنيا، يعني الميزانيه مش هتتوزن. يعني الميزانيه نفسها لن توزن، وميزان المدفوعات مفيش حاجه هتطلع صح. هيبقى في فرق من $1.2 مليون. فالكلام ده مش داخل دماغي. يعني الكلام ده مش داخل دماغي. حد يقولوا لي يا جماعه والنبي، يعني اعملوا لي، يعني الناس بالذات الناس اللي بتفهم في المحاسبه، هل ده يعقل؟ هل ده يصدق؟ انا مش مصدقه. انا يعني اطلب من اي حد في النادي الاهلي، يعني لو بيسمعني او بيتفرج عليا، يطلع يتكلم ويقول الكلام ده، لان ده اتهام خطير جدا، خطير جدا. وده بيقول لك السبب ان هم مش عايزين يفرطوا في علي معلول، وعايزين يمددوا له عقده والكلام ده كله. طب افهم معايا بقى، لو مددوا له عقده معنى كده ان هم هيدوا له فلوس زياده. انت فاهمني؟
يعني هو خد فلوسه دلوقتي، مش لا حتى لو يعني هو لو مشي هياخد فلوسه كلها. انت فاهمني ازاي؟ الناس اللي بتفهم في المحاسبه، اللي هو لو مشي هياخد فلوسه كلها، اللي هي ايه؟ اللي هي دلوقتي. طيب معنى كده ازاي هياخد فلوسه من غير ما يكون في عقد مسجل؟ ازاي دي؟ ازاي؟ طب هيمددوا له عقده ازاي؟ لو مددوا له عقده يعني هيدوا له فلوس زياده، هيبقى برضه المليون و200 دول برضه مش مقيدين، هيعملوها ازاي؟ ولو هيقيدوها دلوقتي ويخلص. طب ما ممكن يروح يقيد العقد في ال في الاتحاد دلوقتي، ما الحاجه مفتوحه يعني شغلانه. اللي طالع بالخبر ده يعني ما عندوش درايه حسابيه او محاسبيه. حد يكلمني، حد يقول لي حاجه، يعني انا كلامي ده معقول ولا مش معقول؟ لو سمحتوا يعني انا مش مصدقها دي. طيب في واحد بيسموه الثعبان الاصلع، دوبة. مين دوبة بقى؟ دوبة ده بتاع مصر، ايه، ام بي مصر. طالع من حوالي اسبوع، انا ما بكلمش بقى بتلقيحات، انا بدي ايحاءات عشان الناس تعرف انا بتكلم على مين. انا ما بلقحش كلام على حد، في ناس بتطلع تتلقح، ما بلقحش كلام. انت هتستنتج من كلامي مين اللي بتكلم عنه. انا مش هقول اسماء طبعا. طالع يتكلم ويقول هو النادي الاهلي ده بيجيب فلوسه منين؟ اشمعنى نادي الزمالك مش لاقي فلوسه وازاي النادي الاهلي يدفع ياخد نص مليار جنيه والكلام ده كله؟ طيب يا سيدي انت مفروض ازاي يعني ايه مش انت ازاي مش فاهم الكلام ده بيحصل ده؟ انت كذاب ومنافق ومدلس. ليه بقى؟ لانك انت صحفي. لما انت صحفي بتبقى عارف تجيب المعلومه منين وازاي. هتقول لي انت مش عارف النادي الاهلي بيجيب فلوسه منين؟ طب ده كلام؟ النادي الاهلي عنده 2 مليار جنيه شيكات مستقبليه، هي دي اللي خد ضدها او على حسابها القرض ده. القرض ده هيسدد، مش زي نادي الزمالك بياخد قروض على نفس الحاجه، على نفس السبب او بضمان نفس الحاجه، وده الحاجه دي ما بتجيش، ما بتحصلش. لا الحاجه دي بتحصل ولا نادي الزمالك بيسدد. فهمت يا دوبه بيه؟ انما النادي الاهلي بيسدد اللي عليه، عشان كده بياخد قروض. انت بقى كصحفي انت عارف تجيب المعلومه ازاي؟ طالع تدلس ليه؟ طالع تتكلم عن النادي الاهلي ليه وتقول ازاي النادي الاهلي بيجي وازاي فلوسه بتيجي والفلوس بتيجي منين يعني ايه بتيجي منين؟ النادي الاهلي له ميزانيه يا حبيبي، مش زي نادي الزمالك فوضوي وبيتجرد زي نادي الزمالك. بس للاسف بتوع نادي الزمالك بيخش يجرد ما بيعملش حاجه، بيلاقي مخالفات وما بيعملش حاجه. لقى مخالفات في عهد الاداره الحاليه وعهد الاداره السابقه، مخالفات غريبه يعني فجه وما حصلش حاجه. ما تتكلمش عن النادي الاهلي، اوعى تفتح بقك تاني عن النادي الاهلي اللي دايما قلبك يقطر دما. يا رب يقطر على طول. الناس طالعه بقى تقول ايه؟ يعني انا ما بحبيش، يعني يعني انا لا احمي او ادافع عن نادي بيراميدز، لاني انا اكره هذا النادي واللي فيه ولاعيبته واللي اسسه كل حاجه. ما بحبوش النادي ده ابدا. بس في ناس بتطلع تقول الفلوس جايه منين وفي مش عارف ايه، وبقول لك غسيل اموال. غسيل اموال ليه؟ الفلوس انتوا عارفين جايينها منين. حتى الناس اللي بتسال وبتدافع عن النادي الاهلي وتقول انت عارف فلوسه جايه منين، عمال هو بيسال طب فلوس نادي بيراميدز جايه منين؟ فلوس نادي بيراميدز جايه، ما انت عارف جايه منين؟ جايه من سالم الشمسي. انت هو ده اللي هو جاي، الفلوس جايه من عند الراجل ده. ما تقوليش بقى في غسيل اموال. غسيل اموال؟ الراجل بليونير يعني ملياردير، مش محتاج يغسل اموال.
ما انت ما تقعدش بقى تلقح كلام وتقول له غسيل اموال وكلام فارغ، ما فيش كلام ده. الراجل غني يعني بما لا تستطيع ان يعني ان تتخيله. مش محتاج يغسل اموال، هو كده غني. الاموال جايه من الجدع ده بيصرف على النادي بتاعه، بيصرف على النادي بتاعه. طب الصرف ده يعني مفروض ان هو يتداخل مع، او يعني مش يتداخل، يعني ايه، الصرف ده لازم يتوازن مع الدخل. مفيش الدخل بتاعه، ما انت عارف الدخل جاي منين. طب ما هو نادي الزمالك بنفس الحكايه، يعني نادي الزمالك نفس الحكايه. يعني ما تمسك من ميزانيه الزمالك مفيش فلوس، بيجيب اللعيبه منين؟ بيجيبها من الناس اللي بتدي له فلوس. يعني ما انت عارف بقى. هتقول لي كمان دي كمان غسيل اموال؟ لا، مفيش غسيل اموال. النادي الاهلي زمان كان فيه محبين يعني مؤازرين ومعضدين وناس بتحب النادي، بتدفع فلوس عشان نجيب لعيبه. وابو تريكه دفع له فلوس من مش عارف الخرافي ولا اسمه ايه، الله يرحمه بقى ده. ايه يعني؟ ما فيهاش حاجه يعني. ما تقعدش بقى تعمل مشاكل من لا شيء. مش عايزين نبقى زيهم. انت عارف فلوسهم بتيجي منين؟ ولا ايه؟ ولا ايه يا سعاده البيه؟ عادي خالص. ايه في ايه؟ هعيدها تاني. كوتيسا ده عاوز مكافأة توقيع عقد، وتقال له ان النادي الاهلي ما بيعملش الحكايه دي. طيب انت عاوز تعملها مع زيزو ليه؟ يعني الملياردير ده اللي قاعد مع زيزو، ما هو هيديله منحه توقيع. طب اللي انت تديله منحه توقيع ده اللي اسمه زيزو ده، اللي هو لا يستحق منحه التوقيع دي، لانه هو اساسا يعني لاعب بالونه، وانا ما شفتش منه اي حاجه لغايه دلوقتي. يعني لمحه كده، لمحات جميله من كل مثلا 3 4 اشهر، يعني عامل زي فيروز زروني كل سنه مره. فانت عايز تجيب ده ليه؟ ما انت منحه التوقيع اللي ياخدها التاني ده. يعني التاني ده ثمنه كام؟ انت عارف ثمنه كام يا جماعه؟ كوتيسا ده اعتقد في الترانسفير ماركت اسمه ثمنه اعتقد 6 مليون دولار. يعني انت جايب لاعب يعني فرز اول، وعمال بتعافر عشان مش عارف كام مليون. ايه يا ابني؟ ما تخلي الجدع اللي هو عايز يدي الاموال لزيزو ده يديها للكوتيسا ده ونخلص. عمال تكسر في الناس وتنحت في الصخر ليه معاهم؟ ده انت يعني انا اللي يقعد يتفاوض مع النادي الاهلي ده يطلع من هدومه منهم. ايه يا ابني؟ عم دهب اسود ومنيل. ولو ما جاش كوتيسا ده ان شاء الله نجيب دالا اللي هو من الوكرة ده. هنعمل ايه؟ ازدواجية التعامل مع الناس. انا بتكلم طبعا على حزمة الفجل ولا رابطة الفجل والبي طه فندي بزرت والناس دي كلها. انت عندك ازدواجية في التعامل. طيب انت ليه طلعت وتشدقت ولبست لباس عنتر ابن شداد وقلت عندي انا هعمل لائحه جديده وهصدر مش وهطلع مش عارف ايه؟ طب انت ما بتنفذش لائحتك انت ليه؟ وبتنفذها على جميع النوادي الا النادي ده ليه؟ انت شكلك وحش، انت شكلك كخه. انا مش عارف انتوا بتطلعوا في الاعلام يعني بانهي عين؟ انتوا ما عندكوش دم. ما انت يعني انت كونك تبقى زملكاوي ده حقك. ليه بقى حقك؟ لان يعني الكمال لله وحده. انت هتقول لي انت بتقول ايه يعني؟ هو بيكون الواحد زملكاوي يبقى نقيصه؟ ايوه نقيصه منيله ب60 نيله، ده لازم يصحوا كلهم. هو في حد يبقى عنده عقل يبقى زملكاوي اساسا؟ فالكمال لله وحده. انت عايز تبقى زملكاوي انت حر، بس لازم تبقى زملكاوي بقذاره بنتانه. شجع فريقك يا اخي، بس ما تبقاش كده. سبحانك يا رب. في واحد اسمه بولبينة او حاجه زي كده، اعتقد انه جزائري، الزمالك مقدم له او عارض عليه 1.3 او 1.2 مليون دولار. طيب انا عايز افهم،
طب ما تدفع فلوس مش هلاك الاول، ما تدفع، ما تدي العيال اللي بتلعب كوره عندك دي فلوسها الاول. راح تجيب واحد انت نفسك مش عارف تدفع فلوس اللعيبه اللي انت حاططها يعني معاك. انتوا كلامكم كتير وبقكم واسع، اما تقعد تقول انا هدي لك وبتاع، وروح تدي له مثلا ايه 10% من العقد بتاعه، وبعد كده بطناش. بطلوا بقى يا اخي، ده شغل ال يعني عربيات الكبده ده، ستوب يعني، عيب بقى، عيب. سبحان الله، ليه كده؟ انتوا ليه كده؟ وبعدين واحد فيهم يطلع يقول لك ايه على القناه بتاعتهم، الواد المثال، وهذا اللي عامل زي العرسه المسلوخه. انتوا عارفين ان هو ده مين؟ ما اعرفش اسمه. يعني اقول لك ايه، اصل احنا ما بيلقح بقى زي الايه، زي البنات. بيلاقي اقول لك ايه انا ما عنديش، احنا ما بنرشيش حد، احنا ما بنتعاملش من تحت الترابيزه. ليه يا اخوي؟ ده انت مبدع، مبتدع هذه الخصله المنيله ب60 نيله. ما تسال الرؤس بتاعكم، فاروق جعفر، اسال رؤى كم قال ايه؟ انت ما بتسمعش الكلام اللي بيتقال منكم، من ناسكم انتم. اللي هو يجيب الحكم من افريقيا يقول له انت، ياخدوه يعملوا له شوبينج، وبعدين يقول لهم انتوا عايزين ضربه جزاء ولا طرد ولا الاثنين؟ انت سمعت عن الاهلي بيعمل كده ابدا؟ وطالع تلقح. يبقى الخصله فيكم انتوا، وتبقى الخصله فيكم انتوا باينه وواضحه. واحد يطلع فيك يقول زي ما طلع شيكا بلانيلا ده، يقول لك احنا بنكسب بعرقنا. طب عشان عارف بالظبط كويس قوي بيكسب ازاي، فطلع ينفي التهمه عنه، فيقول لك بص العصفوره. يعني لما انت تكذب دي، يعني الناس هتصدق كذبك يعني عشان طلعت في الاعلام؟ الوحيدين اللي بيصدقوا كذبكم هو جمهوركم، اللي المفروض يطلع يقول لهم عيب، يقول لكم عيب، عيب بقى، اكتفوا، كفايه. عايزين تبقوا زي الاهلي، اشتغلوا زي الاهلي. الماتش الجاي مع بتروجيت، اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي والمكسب. وبقولها تاني، اي حد من النادي الاهلي يطلع يفسر لنا ويقول لنا ايه الكلام اللي بيقوله الجدع اللي طالع في اليوتيوب ده، بيقول العقد معلول لم يسجل. يا جماعة محتاجين تعضيدكم، ويعني تعليقاتكم دي يعني بتساعد القناة. ولو عجبكم المحتوى اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، وإن شاء الله القناة دي تكبر بيكم وبحسكم، ودحنا معاكم وانتم معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.